دكتور، هو ازاي الوسواس ممكن يدمر علاقة؟ بكذا طريقة. خلي بالك ان الشخص النمطي ده ممكن ينجذب لشخصية عشوائية، لان بيلاقي نفسه في العشوائية دي. الله، ده مزاج حلو، تنطيط وبتاع، فده حلو نعمل رحلة سوا. لكن لما نتجوز ما يستحملش ان البيت يبقى عشوائي، وما يستحملش ان اللي قدامه تقول له مثلا هاجي لك بعد الظهر، وبعدين تبقى بعد الظهر دي بالليل. بالنسبة له المواعيد أساسية. بالنسبة له ممكن تبقى العلاقة مش متكافئة، لان هو نمطي ومنظم وعايز كل حاجة مظبوطة، وهي الناحية التانية ماشية على حسب الأهواء، على حسب ما هي حابة تعمل ايه، او على حسب ما هي مستلطفة ايه. حتى لو كانت شخصية ما تملش ناحية العشوائية، بس العادي بتاعنا ان احنا بنقبل أخطاء بسيطة. العادي بتاعنا ان احنا ممكن ننسى حاجة، العادي بتاعنا ان احنا ممكن ما ناخدش بالنا. لكن مع الشخصيات النمطيه اللي عندهم وسواس، الموضوع ده بيبقى يعني مدمر. يعني ايه قلت جايه الساعه 5 جيتي الساعه 5 ونص، فتبقى خناقه. والغريب بقى، او يعني المتوقع، هو بيبقى غريب بالنسبه للناس، بس بالنسبه لنا احنا متوقع ان الخناقه بتبقى عنيفه جدا على سبب هايف جدا. قولي ليه؟ ليه؟ لان الشخصيات اللي عندها وسواس، عارف في العربيه كده مش في حاجه اسمها معدل سرعه RPM؟ بنمتي على 10 على 20 30 نوصل 80 100 120 اخر حاجه. يا جماعه ما حدش يزود عن 120 عشان ما يتاخدش مخالفه، اوكي؟ لكن دول من 0 ل 250 خناقه. فهي نفسها تيجي تقول لي انا ما فهمتش الخناقه كانت عاليه قوي كده ليه، انا ما عملتش حاجه فظيعه. بالنسبه له هو all or none. فلو هو مش شايف اللي عايزه اتحقق بالكمال اللي هو طالبه، رد فعله انه ده ما اتحققش، فهيبقى خناقته عاليه قوي. لقطها؟ عشان كده ردود الافعال ليه بقى بيعمل مشكله في العلاقات؟ انه في البدايه ده شخص منظم، ده شخص اليت واخد باله من نفسه، لكن ما اخدش بالي انه الحسوكه في كل حاجه دي ممكن تكون مؤشر الى وجود بعض الوساوس. فعشان كده في الحياه اليوميه تلاقي فيه خلافات، ولكن لا علاقه لها باي حاجه كبيره يتفق عليها ان ده فعلا فيها خلاف. هي بتبقى مناوشات صغيره، مسائل بسيطه، ولكن العلو بتاع الخناقه من عنده هو بيبقى عالي قوي. ده بفرض ان هو اللي موسوس. بتبوظ العلاقات في ناحيه تانية، وهي العلاقات الحميمه ما بين الراجل ومراته، لانه بيبقى فيه نمط معين. زي ما بأدي في كل حاجه بنمط معين، هو هيأدي في العلاقه الحميمه بنمط معين، فهيفقد ابداع، تجديد، المفاجاه، تغيير اللي ممكن يكون الطرف الاخر في حاجه اليه. انه مش كل مره هناكل مكرونه، مش كل مره ناكل مكرونه بصوص احمر، مره صوص ابيض، طب نغير كده، طب نجيب كده، طب نعمل كده. هو بالنسبه له التغيير غير مقبول، هو خط بيبقى ماشي عليه. ده فرع تاني بتبوظ منه العلاقات. اوحش فرع بقى ان يتفهم ان الملاحقه اللي هو بيعملها، يطمن عليكي وصلتي، يطمن عليكي انك طلعتي، لانه قلقان وكل حاجه عنده لازم يبقى فيه تشيك ليست كده بيعملها. انت نزلتي رايحه لمامتك، انت وصلتي عند مامتك، كلميني قبل ما تنزلي، كلميني بعد. دي منطقه رماديه احيانا الست بتفهمها انه نوع من انواع الغيره وعدم الثقه، بينما احنا لازم نعرف هو غيره وعدم ثقه ولا هو لانه قلقان فلازم يطمن بالسؤال. يطمن بالسؤال. القلقان دايما بيدور على ايه؟ على معلومه تطمنه. هو قلقان من ايه؟ قلقان انها هيحصل لها حاجه في السكه، عايز يطمن انها وصلت، عايز يحسب هي هتنزل تيجي في قد ايه عشان يبقى برضه مطمن. يكلمها يقول لها كلميني وانت نازله. فالملاحقات دي كلها قد تفهمها الزوجه انه مفيش ثقه فيا، ولو اتاخرت خناقه كبيره، فمفيش ثقه. هي بنحتاج نعرف هي عدم ثقه عشان في ناس لا تثق، ولا هو ده نتيجه انه قلقان والقلق بتاعه بيترجم في صوره معايير وخطوات وتشيك ليست لازم يعلم عليها. فبما انه بيعلم على اللي هي بتعمله فبيسأل عملتيه، فبيبقى دايما عايز ياخد طمأنينة من انه التشيك ليست اتعلم على الحاجه انها اتعملت، وصلت، نزلت، عملت، سوت. هي بالنسبه لها انت خانقني، انا مش عارفه الاقي حاجه اعملها من غير ما انت تبقى حاطط مناخيرك فيها. فده برضو الوسواس. ازاي يبوظ العلاقه؟ ازاي نعالج حتة ان ده مش انعدام ثقة، ده وسواس؟ نفهم. اول حاجه نتاكد انه وسواس. 2، نفهم الطرفين ان ده حاجه خارج اراده واحد فيهم، ونبتدي نفهم الزوجه اللي بتعاني من هذه الملاحقات انها لازم تكون مرنه شويه، وما تستنيش ان هو اللي يلاحقك قد ما انك انت تبعتي له رسائل طمانينه. نمره 3، ان هو برضو لازم يتمرن ازاي يبقى عنده افكار مختلفه عن الفكره الوحيده ان في حاجه غلط حصلت فانا لازم اطمن. فده بيحتاج علاج نفسي للزوج. لكن بالنسبه للزوجه في المثل اللي احنا قلناه بنبقى عايزينها انها تبقى فاهمه ايه طبيعه الموضوع. 2، ازاي تتمرن على انها تدي رسائل طمانينه، لان بعض الزوجات من كتر ما هو بيلاحقها تروح قافله التليفون، غلطت غلطه عمرها. الخناقه بقى بتبقى عنيفه جدا. ليه؟ لان لما قفلت التليفون هي ما طمنتوش
هي اتصرفت بشكل بعد اجتماعي اللي هو اديني حريتي، ما انا قاعده عند ماما هيحصل ايه يعني. بس هو بالنسبه له انت لما قفلتي التليفون انت فجرتي كل قنابل القلق جوايا، فبديهي لما هيقابلها هتبقى زفه. والعكس صحيح. طبعا احنا لما بنتكلم عن الراجل او عن الست ده بس عشان الحديث جه كده، لكن هي ممكن تكون الست هي اللي عندها وسواس والراجل هو اللي عنده اللي تعبان منه. الستات اللي تبقى عندها وسواس اللي هو ما تخشش البيت بجزمتك، فوطه لازم تتنشر اول ما تغسل وشك، لازم تتنشر بره. طب الدنيا ساقعه، مره كده طب الدنيا ساقعه، كانوا اسكندريه ونوى، لا برضه لازم تتنشر بره دلوقتي. طب ما هي الدنيا ساقعه ننشرها بكره الصبح، طب نحطها على المنشر في الحمام. فتكتشف انه الحاجه لازم تتعمل زي ما هي في دماغه او في دماغها، مش زي ما هي ممكن تتعمل. هي ممكن تتعمل ب 20 طريقه، لا هو النمط اللي هو احنا لازم لو حد من الطرفين عنده الوسواس، فاحنا لازم نفهم الاثنين انتوا الاثنين تخرجوا بره الزون. هما الاثنين لازم يفهموا طبيعه المشكله ايه، يخرجوا من دماغاتهم انها حاجه شخصيه ما بيني وما بينه، ان هو بيغلس عليا، ان هي بتغلس عليا، عشان دي بتاخد بعد نفسي شويه. شخصنه الامور. الموسوس ما بيبقاش مشخصن الامور، المتلقي للوسوسه هو اللي بيبقى مشخصنها. فلما بيبقى مشخصن الامور فبيبقى عنف ضد اللي قدامه، بينما هو مش مشخصن الامور، هو راجل نمطي منظم. فهتيجي تقول لي طب هو ايه الفرق بين التنظيم وبين الوسواس؟ وجود القلق في الاثنين. ما احنا لازم نبقى منظمين، بس لو التنظيم ده بيجي على حساب اعصابي والتنظيم ده بيخليني احرق بنزين وانا واقف مطرحي، يبقى ما انجزتش. يا فرحتي بالتنظيم وفي الاخر الحاجه ما خلصتش. انت قعدت في نفس الصفحه تعيد وتزيد، خلصت الامتحان؟ لا سقطت. انت قعدت تراجع في الميزانيه لحد ما ميعادها فات، عديت عملت سبمشن؟ لا ما عملتش، يبقى سقطت. انت قعدت توسوس لدرجه في الاخر انت ما نزلتش، قعدت تظبط في الياقه وفي القميص وفي البنطلون نص ساعه، لحقت ميعادك؟ لا ما لحقتش. لكن كون ان احنا نبقى منظمين ومرتبين دي بتبقى جايه مع بعض الناس باي نيتشر كده، بالولاده وبالخلقه. وفي ناس بتتعود على التنظيم وعلى الترتيب من عيشتها في بيت اهلها. الاهل كلهم منظمين، اثنوا على النظام. خش من المدرسه شنطتك بتتحط هنا، الشوز بتاعك بيتحط هنا، هنخش ناخد دش، هنعلق هدومنا، هنحط كذا. فابتدينا نعود الولاد انهم يبقوا منظمين. لكن لو التنظيم زاد عن حده، مش ساعات يقول لك ايه الحاجه لما تزيد عن حدها تقلب ضدها. ما هو لو التنظيم زاد عن حده هيبقى النتيجه ايه؟ وساويس، مش هننجز. لما يبقى بيت راجل ومراته معاهم 3 عيال فرافيت كده، والست عندها وسواس نظافه، كل عيل بتحميه في نص ساعه 3/4 ساعه، ده الحمام عطلان لمده ساعه ونص يا باشا. وهو اللوجيك ان انا احمي الواد في 3/4 ساعه؟ وده كده 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 كده. لما العيال بنلاقيهم عند الجلديه مش عندنا، الجلديه هم اللي بيروحوا يلاقيهم من كتر ما هي بتحميه بتسلخ جسمهم. وعلى فكره الكبار اللي عندهم وسواس نظافه بنلاقي ايديهم هي اللي تعبانه، بقيه جسمهم ممكن يكونش نظيف. لان الفكره جايه فين؟ ان ايديا مش نظيف. لما يخشوا يستحموا ممكن يستحموا بسرعه، بس ايديهم هي اللي لازم يغسلوها كذا مره. فدايما تلاحظ ان اللي احنا بنتكلم فيه هو مش العادي بتاع الناس. اللي عنده وسواس عارف ان عنده وسواس، هو مش مستني ان انا اقول له، هو عارف، بس هو يمكن متردد ان هو يقدر يروح لدكتور او ياخد علاج. لكن المنظم اللي ما بيتعطلش يور اوكي يور جود كمل. في ناس بتبقى متقبله الفكره، وفي ناس بتبقى دايما رافضه الفكره وبتقاومها. فهي لما الناس بتتقبل الفكره، ولو حتى ساعات تيجي لي واحده ست وتقول لي ومش عايز يروح لدكتور، اقول لها قولي له ان احنا ملناش سلطه عليه، احنا لينا ان احنا هو جاي يستشير. كلمه استشاره ان هو جاي يكشف او جاي ياخد استشاره، ده هو جاي ياخد راينا في الموضوع بالعلم وبالمعرفه. بنقول له ده اسمه 1 2 3 معروف ومنتشر وموجود ونسبته كذا في المجتمع، خلاص عايز تاخد العلاج؟ لا 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 انا مش هاخد علاج، انا مش هاخد ادويه نفسيه، انا مش عارفه ايه. فلازم يبتدي نلفت نظر العيان للخسائر اللي بيخسرها في حياته بسبب المرض ده. لكن هم دايما بيبقى عندهم استعداد انه احنا كده واللي حوالينا هو اللي يتظبط علينا. لما هو حد بيلفت نظره للخسائر اللي ممكن تخسرها قدام، علاقتك بولادك، علاقتك بمراتك، شغلك، صفاء ذهنك، راحتك النفسيه، ممكن يبتدي يتقبل فكره انه ده حاجه موجوده. دايما الامراض النفسيه الناس بتبص لها بطريقه انه لا 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 مش عندي، وللاسف ده بيخليهم يجوا لنا متاخر وعندهم مقاومه شديده للعلاج. الوضع اتحسن عن زمان بكتير، لكن ما زال في البعض بيجي متاخر. فلما نيجي نشتغل معاهم بياخد وقت اطول، فيقول لك ايه انا ما اتحسنتش. لا انت بتتحسن، بس انت مش قادر تشوف ان التحسن ما هواش معناها ان انا I will flip the coin. مش مع اول ما ادي لك قرص هنقلب الصوره، فبدل ما كان عليه رقم بقى عليه صوره الملك.